أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. كلنا متابعين الأحداث اللي بتحصل في غزة والطريقة الوحشية اللي بيتعامل بيها الكيان الصهيوني مع الأطفال والنساء والشباب وكبار السن. كلنا حاسين بالعجز، حاسين بقلة الحيلة، إن احنا مش عارفين نعمل حاجة. بس اللي نقدر نعمله إن نرفع وشنا وندعي إن ربنا يجيب حقهم ويقف جنبهم ويقويهم ويرفع الظلم عنهم. بس أنا مش هتكلم النهاردة عن فلسطين ولا على الكيان الصهيوني اللي ناس كتير قوي اتكلمت عنه. أنا النهاردة هتكلم عن رد فعل الناس اتجاه الناس اللي ما بتتكلمش أو الناس اللي بتتكلم. هوضح لك أكتر. كلنا شفنا قد ايه كله كان بيلوم محمد صلاح ان هو ما بيتكلمش، ان هو ما عملش صورة، ما عملش فيديو، ما عملش وقد ايه هما بينتقدوه، انت ازاي واقف ساكت، ازاي ما عملتش حاجة. ولما عمل انتقدوه برضو، قالك ايه اللي عامله ده، إيه ده ذكاء اصطناعي. إيه، كان في انتقادات كتير على الفيديو اللي عمله. نيجي عند باسم يوسف. باسم يوسف كلنا قعدنا فترة ننتقد فيه، وان هو هرب من مصر، وان هو اشترى نفسه ومفكرش غير في مصلحته. ولما جه باسم يوسف طلع في البرنامج كلنا قعدنا نقول ده بطل وهو الوحيد اللي اتكلم، وقد ايه باسم يوسف شجاع على عكس ناس تانية. محمد صلاح اللي ناس كتيرة كانت بتشكر فيه وبتحبه وهو فخر العرب، قلبوا عليه عشان ما اخدش موقف او اتكلم. والناس اللي كانت بتنتقد باسم يوسف هي اول ناس سقفت له. بس باسم يوسف عمل بوست عجبني الصراحة، قال لهم بكرة هتقلبوا عليا تاني. ليه؟ لان احنا مهما عملنا ما بنعجبش الناس، يوم معانا ويوم علينا، يوم يبقوا راضيين عننا ويوم احنا مش بنعجبهم. النهاردة حلقتنا عن فن العلاقات. كتير مننا زي محمد صلاح وباسم يوسف مش عارف يرضي الناس. اللي بيحاول يرضي الناس بيموت لانه ما حدش بيرضي حد، زي قصة جحا اللي حاول يرضي الناس وما يسمعش كلامهم مهما عمل ما كانش بيعجبهم. كتير قوي ما بنعرفش نتعامل مع اللي حوالينا، مهما عملنا ومهما حصل بيبقى فيه مشاكل. ناس تتعامل ببساطة وتلقائية، واحد زي محمد صلاح ما حدش عارف هو ما حبش يكتب حاجة او يحط صورة، ما حدش عارف دنيته ايه، الناس قامت عليه ما عادتش. فكتير قوي مش عارف يعني انا اعمل ايه، ازاي اتعامل مع الناس بطريقة حلوة وبفن. هحكي تجربة تالتة، بس تجربة عادية، ناس زينا، مش هقول بقى الناس اللي هم المشهورين. كان في ست جميلة بسيطة كانت متجوزة من راجل بسيط، ناس بسيطة، أسرة بسيطة. الست دي دايما كانت بتتعامل مع جوزها ببساطة، تضحيات بقى، عارفين الست المصرية، وتحاول تتنازل عن المشاكل لو حصل حاجة، وتقولك لا عشان المركب تمشي و طبعا جوزها حاسس ان هي انسانة ايه ده، دي ضعيفة. طبعا المركب مشيتش، المركب غرقت واتطلقوا. كانت دايما ضعفها كان بالنسبة له ايه ده، دي ضعيفة، مش عايزها. طبعا كانت مستنية الناس اللي حواليها يسبورت، واللي يقف جنبها واللي يطبطب عليها، لكن كعادة البشر محدش بيساعدها. حاولت ان هي تلم الناس حواليها بانها تشتري المحبة، تجيب لده وتعمل لده وتشيل لده، بس هي ما كانتش عارفة ان المحبة مش سلعة ممكن اشتريها بسهولة. كانت لما تتعرض للظلم تقولك ربنا هيجيب لي حقي، فمقابل الكلمة دي الناس كانت بتدوس عليها اكتر وبتقهرها اكتر. في نظرهم هي واحدة عبيطة، واحدة ضعيفة. مع خبرة محمد صلاح وباسم يوسف واخر قصة سمعناها، التعامل مع البشر مش سهل، متعب، بس عايز فن. ايوه فن. يعني انا لما اجي اتعامل مع اللي قدامي
لازم أفهم اللي قدامي بيفكر إزاي، بيتعامل مع أمور حياته إزاي، إيه اللي بيبسطه، إيه اللي بيزعله. لازم أفهم اللي قدامي وأقيم دماغه عشان أعرف أتعامل معاه. وأنا كمان من ناحيتي لازم لما أجي أتعامل مع أي حد، وخاصة الانطباع الأول، لازم أبقى حريص جدا في تعاملي مع أي حد. على قد ما تقدر اسمع أكتر ما تتكلم. ربنا عطانا 2 ودان وبق واحد، يعني بيقول لنا اسمعوا أكتر ما تتكلموا. بسمع اللي قدامي عشان أقدر أفهم اللي قدامي بيفكر إزاي وبيتكلم إزاي. دايما الإنسان من كتر الكلام اللي بيتكلمه قصادي هنبتدي نفهمه. الإناء ينضح بما فيه، يعني من كلامه هعرف هو إيه اللي جواه. هقدر أفهم هو بيحب إيه، بيحب يتكلم كتير ولا يحب يسمع أكتر، يحب يتكلم عن نفسه ولا يحب يحط السبوت لايت على اللي حواليه. هل هو بيتكلم بس ولا بيحب يبقى في حوار متبادل. هل لما بيسمع آراء اللي حواليه ممكن يختلف معاهم بطريقة عنيفة، ولا من الناس اللي يقولك لا، اختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. يبقى أنا أسمع أكتر من أنا أتكلم. كمان لما أجي أخد ستيب مع حد في علاقة، احنا بنتكلم على العلاقات عموما، العلاقات البشرية، مش بتكلم على علاقة معينة. لازم كمان أحط حدود في العلاقة مع أي حد، مع صحابي، مع أهلي، مع شريك حياتي whatever. لازم أكون في حدود في العلاقة. الحدود دي يبقى هو بيحترم حدودي، ما يتخطاهاش، يبقى في احترام متبادل، ما يتعاملش معايا كده، لا، يبقى عارف خلي بالك لو أنا عملت كذا فلان هيزعل مني، لو أنا تعديت حدودي في الكلام لا ستوب، مش هينفع. يبقى أنا لازم أبقى عارف وحاطط حدود لعلاقتي معاه، وأنا كمان في المقابل ما تعداش حدودي مع الناس، لأن أنا اللي أنا بحبه يتعمل فيا أنا كمان هعمله في اللي حواليا. يبقى الحدود مهمة، بجانب إن مع موضوع الحدود بلاش تبقى كتاب مفتوح. عمرك شفت ناس بتيجي تخش مكتبة تلاقي الكتب مفتوحة؟ لا، انت بتلاقي الكتب مقفولة فبتتشد عشان تعرف الكتاب ده جواه ايه. نفس الفكرة في العلاقات. الناس ما بتحبش اللي حياته كده على الملأ، لا، تحب الناس المعتدلة، اللي هو لا حياتي على الملأ ولا أنا منعزل عن العالم، شخصية عادية، بس مش أي حد معدي يبقى عارف كل حاجة عن حياتي. الناس بتحب قوي 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 الشخصية الغامضة، بيكون ليها جاذبية. الشخصية الغامضة بيبقى ليها جاذبية مش طبيعية، لأن انت بتبقى عايز تقرب منه، هو بيفكر ازاي، هو بيعمل كده ليه. فالشخصية الغامضة أو المعتدلة الناس بتحب تقرب منها أكتر. لما اجي احط حدود وغموض في شخصيتي، مش غموض بقى ان انا الواد الجامد، لا، يعني في حدود. ده لما باجي احطه ما بحطوش كده. يعني لما اجي احط حدود بحط حدود لخصوصياتي، يعني ما ينفعش تتدخل في حاجات تخصني حياتي. ما بقاش متاحة ل24 ساعة. لا، انا عندي وقتي الشخصي، وقت اسرتي، وقت صحابي، انا مش موجود على طول، فلازم يبقى في احترام للنقطة دي. النقطة التالتة، اللي يصعب عليك يفقرك. القصة اللي قلناها عن الست البسيطة، من كتر ما كان بيصعب عليها اللي حواليها هما فقروها، بيصعب عليها فكان بتتنازل، بيصعب عليها كان تيجي على نفسها، بيصعب عليها كانت تشتري المحبة. فمن كتر ما تتنازل 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 ويصعب عليها اللي حواليها، فقروها نفسيا، خلوها ضعيفة، كسروها أكتر، داسوا عليها أكتر. فدايما بلاش جملة أصل هو صعبان عليا، لا أنا لازم
اتنازل شوية، لا انا لازم اجي على نفسي. طيب هل هو الشخص اللي انا باجي على نفسي عشانه هو هيقدر النقطة دي، ولا انا ابقى سداح مداح كده موجود وتحت امرك ال 24 ساعة، بس يوم ما انا احتاجك مش هلاقيك؟